خلينا بقى نرحب بالنجم الكبير الكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا منور. ده نورك يا اسلام، ازيك؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. ايه الحلاوه والشياكه دي؟ ايه رايك؟ طول عمرك شياكه كده. ايه رايك في شعرك؟ ماله شعرك؟ لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. شوف بقى ايوه مش عاجبني. مش عاجبك؟ لا. انت هتعمل زي لهبل. هو مش عاجبه اي حاجه. انت مين بجد؟ انت فسا. انت يالا شعر باط ملوش لازمه. انت مين يالا بجد؟ انت عرفنا ليه؟ لا، ايه رايك فيه؟ لا والله شكل جديد ونيو لوك جديد. اصل انا من 93 وانا بهتم بشعري. هاي 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 يا دم خفيف قوي. حاولت انسى. فعلا؟ والله. انا فاكر مره انت فردت شعرك. كان سنه كام؟ كان ايه 96 ولا 97؟ 93 94 93 صح، لما رحت الاهلي. اول ما رحت النادي. صح؟ فاكر؟ اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. اتقوا ربنا في دينكم يا وسخين. يعني الموضوع مش جديد. في واحد هيبل يطلع يقول لك شعر ومش شعر ومش عارف مين وايه، وراجل يعني الحمد لله اللي ربنا خلصنا منه يعني. والحمد يعني لله الرياضه ما تحطش في دماغك اي لا ما انا هقول. انت مين بجد؟ انت فسا. انت يالا شعر باط ملوش لازمه. انت مين يالا بجد؟ انت عرفنا ليه؟ اقول لك بس الرياضه الحمد لله والشكر لله، مهما قلت ومهما اتكلمت ما كنتش هعرف اجيب حق، انما ربنا فوق الكل جاب حق الكل. كل من ما سلمش منه ربنا ورانا فيه، وده العدل بتاع ربنا. وخلي بالك الرياضه الفتره اللي جايه هتبقى في احسن وازهى عصورها. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. اتقوا ربنا في دينكم يا وسخين. لا هتلاقي فتنه، لا هتلاقي جماهير بتشتم فلان، ولا مش عارف صحفيين بيعملوا ايه، لان خلاص انا بكلمك بمنتهى الامانه، المرض اتبطر. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. وطالما اتبطر ان شاء الله مش هيرجع تاني.